بحييكم من عب الزبلاوي وبنشرح برنامجي الانتخابي. صاحبي صح اللي جنبك ده قول له المؤتمر بدأ. نعم؟ يعني ايه بيشتغل بالليل؟ هو جاي رايح شوية وانت مش جايلك نوم؟ قلقت من الدوشة؟ طب احنا اسفين. انتهى زمن السلطة الأبوية اللي كانت بتمارسها الدول على شعوبها. في الانتخابات اللي فاتت قلت للأستاذ خميس عاوز اترشح للرئاسة. قال لي تترشح هو انت حمار؟ قلت له ايوه حمار. كنت بحافظ على فرصتي وفاكر ان ده شرط من شروط الترشح. المرة دي قال لي ما ينفعش تترشح لو عاوز تفضل محترم وتلعب سياسة. الاتنين مش بيجوا مع بعض لان السياسة لعبة قذرة. ومع ذلك هنزل وشعاري ربنا على الضابط والعسكري وابن النظام، مع احترامي للمشير السيسي والفريق عنان والفريق شفيق اللي فاضل لهم واحد مدفعية يترشح معاهم ويبقوا داخلين حرب مش انتخابات. ظهر لنا كمان في الصورة اللواء عمر سليمان اللي اتقتل بإيد الأمريكان واتفجر في سوريا بإيد الإخوان وموجود في مصر جوه سرداب وبيظهر في كل مكان. ويا خبر النهارده بفلوس بكره ينزل عليه اوكازيون. متفائل جدا، ولو الحكايه بالقوه كان زمان البغل رئيس جمهوريه، ولو القيمه بالاوزان كانت الارض اللي بتداس اغلى من الذهب والماس. انت اللي بتحدد قيمتك وسعرك، ولما بتستصغر نفسك وتسترخصها بتشوف ضخامة وعظمة غيرك. متأكد ان بكرة هيكون احلى لان مفيش اوسخ من كده. بالنسبة للترشح زي كل الناس لم اكن انتوي، بس الشيطان فهلوي. ده قوي قوي قوي. ما تستغربش اني مترشح وقول لي ايه منطقي وطبيعي في العب اللي نصه بيتحاكم بتهمة التحريض على القتل ومفيش قاتل واحد، اللي رئيسه المنتخب عين وزير ورقاه رتبتين، فالوزير المعين يعزل الرئيس المنتخب ويعين رئيس جديد، فالرئيس الجديد المعين يرقي الوزير اللي لا بايعناه ولا اخترناه بس طلع منين؟ سبحان الله. وتتشل الحناجر اللي غنت لكل فاجر. بقول لكل ست او بنت بترقص في الشوارع فضحتونا في العالم كله، والرجالتهم تسلم القرايل مرفوعة بشكل هايل. عندنا كمان في العب 60 كيلو سيطر عليهم 70 واحد من حركة حماس. عشان كده بفكر في برنامجي اجيب منهم 1500 يحموا حدودنا ونسرح الجيش، حاجات تخلي شعر صدرك يقف من الانبهارات. العب اللي فيه رقاصة فاتحة قناة فضائية عشان تهين وتهزق العلماء اللي واخدين جايزة نوبل وشرفوا البلد. ولو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ انا مصري وابويا مصري والف رحمة ونور عليه. الأديب نجيب محفوظ كان بيقول آفة حارتنا النسيان، والجبرتي قال ذاكرة العوام 3 أيام. عشان كده لما عملت فرحي وما عزمتش ابويا وامي جم يعاتبوني، قلت لهم معلش كنت عاملها عائلي عالضيق. اقتنعوا، حتى ابويا اتلخبط وقال لي طب بارك لوالدك ووالدتك. المشير لو اترشح هيكسب بالحب، وساعتها يبقى عندنا 4 رؤساء منايفة، هو والسادات ومبارك وعطية منصور، عدلي مدكور، شوقي مندور. ما خلاص يا اخوانا بقى اتفقوا على اسم. نعم، لا ده مش اسم، ده شغلانة دي اللي انت بتقولها. المنايفة اكتر ناس موجودين في الجيش والشرطة. مرة واحد فيهم كان لابس ميري وبيغرق في البحر، الناس وهي بتصرخ بيقولوا الحقوا العسكري بيغرق، الحقوا العسكري بيغرق. بص لهم وهو بيموت
واقول لهم اترقيتهم باشا، اترقيتهم باشا، اترقيتهم باشا. لو سمحت اشترك هنا يوصلك كل جديد، لايك لو عجبتك الحلقة، ودي صفحتنا على الفيسبوك.